السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ دلوقتي احنا هنعمل العلف اللي هنفقس في البيت. بيت اليرقوت ده عبارة عن بادي وذرة صفرا. تعالى اوريهم كده. ذرة صفرا شيشة وبادي. هخليها 75% انها تبقى شاربة منها. على كده اوريهم هيتعمل ازاي. معجنة اهي، بس عملتها كده تتفرد متنزلش مية. ده البيت بتاع أول امبارح، يعني ده فاضل له يوم ويخلص. البيت بتاع امبارح ده كده بتاع امبارح. بصوا البيضة بسم الله ما شاء الله. هروح انزل. ده البيض اهو مصفر اهو. نقرب على الفرس. شوفوا ده بتاع النهارده. هحطهم هنا دلوقتي. يلا ده احنا ممكن نخليه رطب زيادة، لأن البيض ايه لسه طالع النهاردة وهيقعد بتاع 3-4 أيام. تعالى أوريهم الرطوبة كده. بس الرطوبة زيادة يعني شوية، ليه؟ لأنها تقعد 4 أيام. يلا حطوا عليه، قرب معايا، حطوا البيض اللي هو الجديد بتاع النهارده كده تمام. بس بقى في مشكلة، لما احنا بنسيبه كده دبان الذباب العادي بيجي بيض عليه، ودي مشكلة قابلتني هنا. احنا عايزين بقى ايه، نلبسهم تيشيرت او خرقة او اي حاجة نداري عليهم، بس نخلي الهوا ايه داخل وطالع برضه، يعني نغطيهم بحاجة من حيث الدبان ما يخشلهمش ولا النمل ولا اي حاجة من دي. بس كان معاكم سمير احمد من اسكندرية. يلا سلام.